أكلة شعبية مصرية بسيطة وجميلة وكمان اقتصادية جدا. مش محتاجة معاها غير عصرة ليمونة، ويا سلام لو عيش محمص، مفيش أحلى من كده. لو أول مرة تشوفوني اعملوا متابعة للصفحة، لايك وشير وتابعوا معايا الفيديو. مبدئيا علشان نعمل البصارة هنحتاج فول مدشوش. أنا هنا معايا نص كيلو من الفول المدشوش، غسلته كويس جدا أكتر من مرة لحد ما المية بتاعته تكون صافية تماما. وتقدروا تعملوا نص الكمية، يعني تعملوا ربع كيلو، لأن نص كيلو ما شاء الله يعمل معايا كمية حلوة جدا. نص كيلو فول مدشوش عليه حزمتين اتنين من الكزبرة الخضراء، غسلتهم كويس جدا وقطعتهم تقطيعة كبيرة وضفتهم على الفول. وكمان بصلاية واحدة متوسطة قطعتها 4، و4 فصوص من الثوم، معلقة صغيرة من الكمون، ورشة بسيطة من الفلفل الأسود. وغطيت الكلام ده كله بالمية ورفعته على النار، نار عالية في الأول لحد لما يغلي. أول لما يغلي زي كده هنهدي نار هادية، وهنغطي لحد ما يستوي تماما ويكون سهل علينا ضربه. اهو هنا ما شاء الله كان مستوي وتمام جدا. هضربه دلوقتي بالهاند بلندر كده وهو على النار، ونقدر نضربه في الخلاط، بس لازم نستنى لما يهدى تماما وبعد كده نبتدي نضربه في الخلاط. هنا خلاص شايفين بقى قوامه تحفة. لو كان معاكم اتقل من كده، لان لسه هيغلي غلوة على النار، فلازم يكون قوامه خفيف كده. لو كان معاكم اتقل من كده تقدروا تخفوه بكوبايه من الميه. ضفت له الملح، انا ما ضفتش ملح في الاول، واي نوع بقوليات مش عاوزينه ياخد وقت طويل في التسويه ما نضيفش ملح في الاول. ضفت الملح، كمان شويه من الكمون، ورشه بسيطه من الفلفل الاسود، ورشه كمان من الشطه البودر، ودي طبعا اختياري بس بتدي تست حلو قوي، مش بتبقى واضحه. وهسيبه يغلي على النار غلوه واحده، وهظبط الملح وبس كده. هنا تمام، البصارة بتاعتنا جاهزة، وهبتدي اوزعها في الاطباق. ولازم نصبها في الاطباق وهي سخنة، ما ينفعش نستنى لما تهدى او تبرد، مش هنعرف نصبها ويكون كده شكلها حلو في الطبق. لازم نصبها وهي سخنة. بعد ما نوزعها في الاطباق هنبتدي نعمل تقلية بتاعة البصارة. في ناس يحبوا يقلوا للبصارة بصل زي الكشري، بس انا بحب اعمله تقلية زي تقلية الملوخية. في طاسة على النار فيها معلقتين من الزيت، ضفت عليها معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وهقلبه لحد ما ياخد لون ذهبي وما نحرقوش. نخلي بالنا عشان ما يمررش. اهو ما شاء الله كده لونه تحفة. هضيف عليه دلوقتي كزبرة الناشفة، معلقتين كده صغيرين او معلقة كبيرة مش مليانة قوي من الكزبرة، وهقلبهم شوية مع الثوم. وهنا بقى زودت الكزبرة شوية، وهضيف عليه اضافة حلوة جدا جدتي الله يرحمها كانت بتعملها، بيبقى شكلها حلو جدا مع البصارة. مش هتتغير الطعم قوي بس بيبقى شكلها تحفة. ضفت معلقة كبيرة من السمسم، سواء سمسم ابيض او احمر مش مشكلة، وقلبتهم كده مع الثوم والكزبرة بشكلهم تحفة. وزعتهم على وش الاطباق، وبعد ما بتهدى بتكون متماسكة ونقدر ناكلها بالعيش. زي ما قلت لكم مش محتاجة معاها غير عصرة ليمونة، ويا سلام بقى لو عيش محمص تكون احلى كتير. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتجربوه، ما تنسونيش بلايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.